السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا مراجعه فيلم نوير، فتابعوا معايا الفيديو وما تنسوش تدعموني، تعملوا لايك وشير وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. اطار من الاثاره تكافح امراه حامل للبقاء على قيد الحياه بعد ان اضطرت للهرب على متن سفينه شحن في اثناء عاصفه عنيفه. بعد ما بقت بلدهم غير صالحه للمعيشه، بتتجه بطله فيلمنا هي وزوجها لان هما يهربوا من البلد دي رغم صعوبة ده والمخاطر اللي ممكن يتعرضوا ليها في أثناء محاولة هروبهم. وهما في بداية طريقهم بيتفرقوا عن بعض عشان تلاقي الزوجة نفسها إن هي موجودة دلوقتي في حاوية في عرض البحر بدون أي مساعدات. وهنا بتبدأ رحلة صراع البقاء على قيد الحياة. نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. تقديم القصة في الفيلم كان بسيط جدا، ورغم البساطة اللي هو موجود فيها دي لأنه قدر يوصل الفكرة بتاعته بكل سهولة. كتابة شخصية الزوجة كانت حلوة جدا، لأن طبعا هي مجرد ست ملهاش أي علاقة بمهارات البقاء على قيد الحياة، ما عندهاش أي حاجة من الحاجات دي، ولكن رغم ذلك بتحاول، والفيلم بيديها الأسباب اللي تخليها إن هي تتمسك بالحياة عشان تفضل عايشة. والفيلم نجح كمان من خلال سرد قصته إن هو يرجع لماضي الشخصية دي، وقدر من خلال ده ان هو يديها عمق اكتر ويدينا احنا اسباب اكتر. طبعا جانب القلق والتوتر حاضر وموجود، وفي الفيلم بعض اللحظات الصعبه ممكن تكون مرهقه لبعض الناس. في بعض الناس اللي الفيلم بالنسبه لهم هيبقى مزعج من ناحيه القلق والتوتر. طبعا الجانب الدرامي موجود في الفيلم جميل جدا ومؤثر، وفي مشاهد دراميه كتيره حلوه قوي. لكن بالنسبه للجانب الدرامي فكان في افراط في استخدام الدراما شويه. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا معانا خط في القصه، الخط ده وصل لمرحله في الفيلم ان هو انتهى وخلاص، واحنا يعني عملنا موف اون عليه كمان. بتتفاجئ بعد كده في احداث الفيلم قدام لا ان يعني الكتابة رجعت الخط ده تاني يكون موجود معانا، وتم برضو انهائه بنفس الطريقة اللي كانت موجودة في الاول. فانت طب انت خلصتنا منه في الاول، ايه السبب ان انت ترجعه تاني غير ان انت يعني عايز تحلبه دراميا وتطلع باكتر دراما موجودة في الفيلم؟ فبالنسبة لي كانت حركة غير موفقة، والجانب الدرامي لو كان استنى زي ما هو كان هيبقى عادي ومؤثر والناس هتنبسط منه. وكمان الفيلم اظهر لنا برضو جانب من الامومة ومشاعر الام تجاه طفلتها والكلام ده كله، ولكن يعني هو اظهره بصورة يعني ايه، ممكن نقول انها للكبار فقط شوية، او يعني صورة اللي هو خاصة لدرجة ان احنا مش عايزين نشوفها بالشكل الخاص ده. نتكلم دلوقتي عن الاخراج اللي موجود في الفيلم كان بسيط. الفيلم باين عليه طبعا ان هو ميزانيته مش اعلى حاجة، ميزانيته بسيطة، ولكن مع ذلك مش هتحس ان في مشاكل اخراجية. بالنسبة لك الفيلم صورة وكادرات والشغل ده هيكون كويس. يعني الفيلم بسيط ومحبش ان هو يغوط في حاجة ممكن تبوظ عليه الاخراج. عيب الاخراج بس بالنسبة لي ان في مشهد يعني كان موجود في الفيلم منحوت بالملي من فيلم تاني، منحوت من فيلم ابوكاليبتو. الناس اللي شافت ده يعني لو شغلت دماغها شويه هتفهم مشهد ايه اللي انا بتكلم عنه، ولكن المشهد منحوت هو بالملي. فبالنسبه لي دي يعني هي الحاجه الاخراجيه الوحيده اللي ممكن اتكلم فيها او تكون بالنسبه لي سلبيه. ما دون ذلك يعني ما عنديش مشاكل عادي. بالنسبه للاداء التمثيلي طبعا احنا معانا بطله واحده طول الفيلم اللي هي انا كاستيلو اللي موجوده معانا، وطبعا هي عاتق الاداء التمثيلي هيكون موجود عليها هي، والحقيقه ان هي عملت اداء تمثيلي حلو جدا. المشاهد الدراميه اللي كانت موجوده قدرت ان هي تعملها بشكل كويس جدا، كمان المشاهد اللي فيها امومه والحاجات دي برضه قدرت ان هي تعملها بشكل كويس. الاداء التمثيلي هنا كان كويس جدا مفيهوش برضه مشاكل. تقييم الفيلم نوير هو 7/10. الفيلم كويس وفيلم حلو كمان، ولكن يعني في المنطقة اللي هو بيلعب فيها ان هو فيلم منصات. يعني لو الفيلم ده كان نازل في سينما ان هو هينافس على شباك بقى تذاكر والكلام ده، ما اعتقدش ان هو كان هينجح وما كناش نبقى مبسوطين منه. لما هو بالنسبة لفيلم منصات من نتفليكس فلا، الحقيقة هو بالنسبة لي كده كان حلو جدا. فيلم فيه صراع البقاء على قيد الحياة حلو. طبعا هو مش كاستاوي مثلا يعني، ولكن هو مؤدي للغرض بتاعه وملائم للناس اللي بتحب النوع ده من الافلام. وبس كده اعزائي المشاهدين، كنت خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير لي، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.